قدرة قادر وجمالها. تخيلي بقى الطعم معايا، طبقة كراميل مع طبقة كريم مع طبقة كيكة هشة، لما تدخل في البق تعمل ايه؟ حرفيا بتدوب ذوبان، طعمها حكاية. لو كنت فاكرة ان الكيكة دي صعبة، فان شاء الله في الفيديو ده هتعرفي انها سهلة جدا جدا جدا. تابعي انت بس الفيديو للاخر، هقولك على كل اسرار نجاحها. ازاي الطبقتين يطلعوا ماسكين في بعض كده ومش منفصلين من بعض، وازاي طبقة الكريم نفسها تبقى سموث وناعمة. وكمان هنقول على اسرار التسويه اللي تطلعها معاكي مظبوطه جدا. بس انتي تابعي الفيديو وانزلي اضغطي لايك دلوقتي واشتركي في القناه علشان يوصلك كل الجديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نشوف وصفتنا. هتعملي الخطوات بنفس الترتيب اللي انا هعملها بيه. قالب كيك مقاسه 24 الومنيوم جرانيت اي حاجه، بديله دهنه من الزيت علشان يسهل معانا خروج الكيكه بعدين. تاني حاجه بنعملها طبقه الكراميل، طاسه على نار متوسطه مايله للهاديه. بنزل بنص كوبايه من السكر الابيض الحبيبات، بفرده كده واوزعه في الطاسه، ما اجيش ناحيته خالص خالص ولا اقلب فيه خالص لحد لما يبتدي يسيح من تحت. اول ما يبتدي يسيح من تحت ابتدي بقى اقلب في السكر علشان كله يدوب بنفس الدرجه. اتخلص من اي تكتلات، يعني اقلب لحد لما التكتلات كلها تدوب وتروح معايا خالص. واستنى كمان لحد لما ياخد لون مناسب. بس يعني ننتبه ان احنا ما نغمقوش قوي علشان ما يتحرقش مننا ويبقى طعمه مر وبيبقى مش احلى حاجه يعني. هبتدي انزله في الصينيه اللي انا دهنتها زيت. وما تقلقيش خالص لو ما توزعش معاكي كويس، يعني هتنزلي بالكراميل وتبتدي توزعيه في الصينيه، ممكن يقفش معاكي وما يتوزعش. ما تقلقيش خالص، ما فيش اي مشكله. هو بعدين لما بيدخل الفرن بيسيح وبيتوزع كويس وبياخد الشكل المناسب يعني. نركنه على جنب ونبتدي نجهز طبقة الكريم. واحنا النهارده هنعمل قدرة قادر بالكريم كراميل البيتي مش الجاهز. وما تقلقوش مش هنستخدم اي مكونات غالية، كل المكونات موجودة في مطبخك، وان شاء الله الطبقة تبقى اقتصادية جدا. 4 بيضات من بيض المزارع الكبير هنزل بيهم كده في بولة. هنزل عليهم بنص كوباية من السكر، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنزل عليهم ببشر ليمونة، رشة من الملح. وهنبتدي نضرب السكر مع البيض مع الليمون كله مع بعضه. ما تقلقوش خالص من ريحة البيض، مش هيبقى فيه ريحة خالص، بشر الليمون بيقضي عليها تماما. لو قلقانة ممكن تضيفي معلقة صغيرة من الخل، ولكن بشر الليمون والفانيليا بيبقوا كفاية جدا. هنزل عليهم باتنين باكت من الحليب البودر حوالي 50 جرام، وهنزل كمان بباكت من كريم شانتيه البودر حوالي 45 جرام. مش هنستخدم لا حليب مكثف ولا مبخر ولا اي حاجه، يعني المكونات بسيطه وسهله جدا. هنضرب الحاجات دي مع بعض، وانتبهي بس ما تضربيش جامد علشان الكريمه اللي احنا ضفناها او الكريم شانتيه ما ياخدش قوام معانا. يا دوب المكونات كده تتخلط مع بعض ونوقف الضرب على طول. هنبتدي بقى دلوقتي نضيف الحليب. عندي 3 كوبايات من الحليب. الحليب يكون يا جماعه يعني اكتر من دافي بشويه، حرارته من 55 ل 60 درجه مئويه. نبتدي نضيفه على خليط البيض بالتدريج، يعني بالتدريج علشان البيض ما يستويش معانا. ما تقلقوش خالص ان البيض يستوي. طالما انت بتضيفي بالتدريج ان شاء الله الامور هتبقى تمام. بس اهم حاجه الحليب يكون يعني دافي او اكتر من دافي بشويه، دي بتفرق جدا 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 في النتيجه وفي قوام الكريم بعدين. هنبتدي دلوقتي نمرر طبقه الكريم بتاعتنا على مصفى علشان اي تكتلات من البيض دابت معايا من سخونيه الحليب تبقى ايه، تخرج من الخليط، والكيك ما يبقاش مخرز معانا. طبقه الكريم ما تبقاش مخرزه، تبقى سموث وتبقى كريميه. هنركنها كده على جنب ونبتدي نجهز الكيكه بتاعتنا. اول حاجه عندي نص كوبايه من الحليب الدافي، ضفت عليها معلقه صغيره من الخل. وانا هنا يعني بعمل حاجه زي البتر ميلك، يعني بيخلي الكيكه طريه وبيخليها جميله. والحليب في المرحله دي يكون دافي يفضل، يعني علشان طبق الحليب معايا يفصل بسرعه. بصي كده بيفصل وبيحبب. بعد ما بيحبب كده باخده على الخلاط او بالهاند بلندر، بديله ضربه كده علشان ايه، يبقى ناعم معايا. في بوله هنزل ببيضتين على نص كوبايه من السكر، وهبتدي اضرب السكر مع البيض لحد لما الخليط يفتح لونه وحجمه كده يتضاعف، وكمان يدخل له هواء يعني حجمه يزيد. انا عايزه الكيكه دي بتاعتي تبقى اسفنجيه علشان تطفو كده من فوق. وكل ما كانت الكيكه اسفنجيه كل ما بعدين الطبقتين بقوا لازقين في بعض، يعني الكيكه كل ما كانت خفيفه كل ما كانت لازقه في طبقه الكريم بعدين. هضيف معلقه صغيره من النسكافيه او اي قهوه سريعه الذوبان، وهضيف رشه من الملح، وابتدي كده اضرب برده. اول ما القهوه تدوب هنزل بنص كوبايه من الزيت سرسوب رفيع لحد لما
اخلصها. دلوقتي هنبتدي نضيف طبقة الباتر ميلك اللي احنا عملناها او الحليب اللي احنا ضفنا له معلقة صغيرة من الخل. بص بعد ما ضربته بالهاند بلندر بقى يعني عامل زي الحليب بالظبط، علشان احنا هنا مش مستخدمين خلاط، يعني بنعمل الكيكة دي بالمضرب. لو بتعمليها بالخلاط حطيه كله على بعضه زي ما هو، لكن انا يعني اخاف احسن التحبيبة او التخريزة بتاعة الباتر ميلك دي تبقى باينة في الكيكة. ودلوقتي هنبتدي ننخل المواد الجافة. كوباية من الدقيق متعدد الأغراض، عليها ربع كوباية من الكاكاو الخام الأسباني، عليها كمان نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وهننخلهم فوق خليط المواد السائلة. هنبتدي بالمضرب، نشغل المضرب على السرعة البطيئة لحد لما المكونات كلها تختلط مع بعض. وزي ما بنقول في أي وصفة كيك في المرحلة دي مش بنضرب كتير، يا دوب المكونات تختلط وبنوقف ضرب على طول. خلاص كده هنستغنى عن المضرب خالص، وهبتدي اجيب سباتيولا الم الجوانب واشوف لو في اي تكتلات من الدقيق من تحت ما اتخلطتش كويس اخلطها، وهبتدي انزل بالكيكه بتاعتي على طبقه الكريم. بصي كده الكيكه لما بننزل بيها على طبقه الكريم بتطفو من فوق، ده دليل على ان هي كيكه اسفنجيه وخفيفه، عشان كده طفت من فوق. كل ما كانت الكيكه اسفنجيه كل ما كان بعدين الطبقتين كريم والكيكه يبقوا يعني لازقين في بعض ومش فاكين من بعض. الفرن بتاعتي بتبقى شغاله من قبل ما ادخل الكيك بحوالي ربع ساعه. ودلوقتي يعني هعمل حمام ميه اسوي فيه الكيكه بتاعتي. صينيه كده هنزل بميه سخنه بتغلي، وهنزل بمعلقه صغيره من الخل علشان بس الصينيه دي ألمونيوم علشان ما تسودش معايا. وهبتدي ادخل الكيكه بتاعتي على حراره 160 تمام لمده من 55 دقيقه لساعه. خلاص كده دلوقتي بخرجها وبشيلها من حمام المية وبسيبها كده في الهواء على رك او على شبكة لحد لما تبرد تماما. بعد كده بدخلها التلاجة مدة ما تقلش عن 5-6 ساعات قبل التقديم. انا سبتها ليلة كاملة، عملتها بالليل وتاني يوم الصبح ابتديت اقدمها او اقلبها على طبق التقديم. طبعا بنحط مية سخنة برضو في الصينية التاني علشان طبقة الكراميل من تحت تفك، لانها اتجمدت طبعا من حرارة التلاجة او من سقعية التلاجة. تمام هنبتدي كده نقلب الكيكه بتاعتنا. طبعا علشان دهنين الصينيه بتاعتنا بطبق من الزيت او ب يعني دهنه زيت كده، فالكيكه بتخرج معايا بمنتهى السهوله، ولو كان القالب جرانيت طبعا بتخرج اسهل يعني. تمام الكيكه في منتهى الجمال، مظبوطه جدا يا جماعه، سكرها مظبوط، كل حاجه فيها مظبوطه. دلوقتي عايزه اقول على شويه ملاحظات. الكيكه دي سهله جدا تمام زي ما انت شفتي معايا طبعا، بس اهم حاجه خدي بالك الفرن لازم تكون هاديه على حراره 160 علشان طبقه الكريم بتاعتك تبقى كريميه وحلوه. لو النار عاليه الكريم طبقه الكريم مش هتبقى احلى حاجه. الكيكه بتاعتك لازم تضربيها كويس جدا بالمضرب وتدخلي هواء للبيض والسكر علشان تبقى اسفنجيه وتبقى بالمنظر اللي انت شايفاه دوت لازقه مع طبقه الكريم. تمام لما تيجي تعملي طبقه الكريم اعمليها بالمضرب، ما تعمليهاش بالخلاط. المضرب يبقى احسن من الخلاط في المرحله دي، ما بيخليش فيه فراغات كده في الكريم من جوه، ويبقى طبقه الكريم ناعمه وسموث وجميله. تمام ودي كل الملاحظات. اتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد تاني قريب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.